سلاسل الامداد. سلاسل الامداد. اغلبنا سمع عن مصطلح سلاسل الامداد، بس مش كتير مننا يعرف معناه وايه علاقته بالحرب. لو بصيت على اي حاجه حواليك هتحس ان هي واخده شكل السلسله. ببساطه هي الرحله اللي بيعدي بيها اي منتج من اول ما بيتصنع لحد ما بنروح ونشتريه. وعلشان نفهم اكتر هديك مثال. الموبايل اللي انت قاعد بتتفرج عليا منه دلوقتي، المواد الخام بتاعته بتتجاب من اكتر من دوله، وبعدين تروح المصنع اللي موجود في دوله تانية وتتجمع فيه، بيتشحن ويتباع في دوله ثالثه خالص، وكل ده اسمه سلاسل الامداد. طب هو ليه الموضوع ده مهم اصلا؟ لان لو اي حلقه في السلسله دي وقعت الدنيا بتتعطل، تتاثر. زي وقت كورونا مثلا لما المصانع وقفت والشحن تعطل، او زي الوقت ده في حرب ففي نقص في الطاقه والموارد، فجاه هتلاقي حاجات كتير اختفت او سعرها بقى غالي جدا. وعلشان كده الدول الكبيره دايما بتحاول تامن سلاسل الامداد بتاعتها علشان مفيش سلعه يحصل فيها مشكله. ها فهمت بقى؟